بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نستفيد من رمضان؟ رمضان فرصة عظيمة قد لا تعود على بعضنا في العام القادم، فليجعل كل واحد منا هذا الشهر هو آخر شهر رمضان يمر عليه في حياته، ومما ينبغي لنا أن نحافظ عليه في هذه الأوقات الثمينة والليالي والأيام العظيمة المكث في المسجد بقدر المستطاع، وخصوصا من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى قبيل الغروب. وعلينا أن نكثر من قراءة القرآن، فشهر رمضان شهر القرآن، وأن نحافظ على أذكار الصباح والمساء كاملة، وكذلك الاستغفار في الأسحار، وتناول السحور في وقته، والسحور ووقت السحر من طلوع الفجر الكاذب إلى طلوع الفجر الصادق، يقدره بعض العلماء ب45 دقيقة، وبعضهم يرى أنه أقل من ذلك. ما بين صادق وكاذب سحر، هذا الذي اختاره ابن حجر. وعلينا البعد عن كل ما يقدح في الصيام، يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وقال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، متفق عليه. وكذلك علينا بمشروع الأسرة في رمضان، إفطار صائم أو الصدقة في رمضان، والقيام مع الإمام حتى ينصرف، حتى نغرس في الأهل وفي الأولاد الاستفادة من الأوقات الثمينة في هذا الشهر العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.